مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، نحييكم من ملعب ميمون العرسي هنا من مدينة الحسيمة لنتابع المباراة المهمة عن مؤجل الجولة السادسة عشرة ما بين فريق شباب الريف الحسيمي وكذلك فريق الرجاء البيضاوي، وبالتالي سنتابع هذه المباراة بطبيعة الحال التي تجمع الطرفين من أجل الحصول على 3 نقاط. مباراة سيديرها طاقم تحكيمي بقيادة هشام التيازي، مباراة على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للطرفين. الرجاء البيضاوي في صراع كبير من أجل الحصول على 3 نقاط وانفراد بالرتبة الثانية بطبيعة الحال، وشباب الريف الحسيمي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. شباب الريف يدخل بالتشكيلة الآتي: عندنا العاصمي خالد أقليد عبد الحكيم، فوزي محمد عبد الغني، ريمان اندويز، خالد الغفولي، محمد الإدريسي، أشرف الإدريسي، صابر الغنجاوي. خصوصا على مستوى تغيير في الإدارة التقنية الكرة. تعود الآن فريق شباب الريف الحسيمي كترفع كرة خطيرة. هذه المحاولة كانت هذا الهجمات انطلاقا من هذه الجهة اليسرى، فابريس نكاع، ولكن كان زكريا حدراف شنو غادي يعمل الآن؟ غيبحث أنه يمرر الكرة في معترك عمليات، كيرفع الكرة في المباراة اللي جاء من صالح فريق الرجاء البيضاوي بعد ما الكوكب المراكشي في الرتبه 15 22 نقطه. دي كانت خطيره هذه المحاوله، خطيره هذه المحاوله على مرمى الحارس عدنان عاصمي. اذا كانت خطيره. هذا تابعوا الان محسن يجور، رفع كره ضربه راسيه كيما برينزا، غيحاول انه يرفع كره، كيرفع كره. هذه المحاوله تعود الان كانت في اتجاه ايوب نناح، مثل فريق الرجاء البيضاوي بناء هذه الهجمه. خطيره هذه المحاوله، كانت خطيره هذه كمان. فريق الرجاء البيضاوي في بناء هجومي كان ختمه لاعب فريق الوداد البيضاوي ب 52 نقطه، الرجاء في الرتبه الثانيه ب 37 نقطة، لكن مع مباريات مؤجلة بطبيعة الحال. فوزين يغيران من ملامح الترتيب. ترفع كرة الآن دي لفريق شباب الريف الحسيمي. المحاولة هجوم سريع الآن فريق الرجاء البيضاوي، يمرر زكريا حدر في اتجاه يجور حاول، ولكن الميدان فريق الرجاء البيضاوي كيحاول بناء هذه المحاولة، لأن يمكن نقول خط وسط الميدان، ولكن الاعتماد على كل من انسلالات عالية، ولكن غادي تعرف التدخل نياسي. الحكم كيقول ضربة خطأ، الحكم السيد هشام التيازي. بصورة مشاهدينا الكرام نتابع ترفع كرة عالية. المحاولة دائما على اللاعبين اللي غادي يكون بدون حراسة في اتجاه فابريس نكا، ولكن فابريس نكا صعب عليه المبادئ. بناء هجومي خطير. هذه المحاولة لفريق شباب الريف الحسيمي، كترفع كرة، كترفع الكرة. كان بناء هجومي جيد من خلال هذه المحاولة الأخيرة، وبالتالي كتحول هذه المحاولة كانت بناء هجومي جيد لصالح فريق الرجاء البيضاوي. خطيرة الآن من زكريا حدراف. يقف الأكثر جرأة هو لاعب ورقة الهجوم. تابعوا الآن هذا الهجمة انطلاقا من خط وسط الميدان، تسديدة، ولكن يمكن نقول بأن كرة الآن عالية دائما لصالح فريق شباب الريف الحسيمي، ولكن عبد العظيم غادي يحاول انه يرفع كره، كيرفع كره خطيره جدا، خطيره جدا، وظرف غيبحث عنه، كيرفع كره، ولكن محمود بن حليب شنو كان كيعمل الان؟ مرر وراءه بطريقه جيده. محسن يجور شادوا بانه في هذه الجهه كان هناك بدر بانون. اذا شكرا الزملاء من جهه اخرى، ويتحين الفرصه لتسجيل الهدف ويسجل الهدف الان عمر بوطيب. قلت بانه الرجاء الان تفكر في الصعود، فكرات في بناء الهجمات، وبطبيعه الحال كانت كتحين الفرصه من خلال الاخطاء. اعتقد بانه هذا الشيء قلت قبل من الهدف، ولكن بالتالي تزكى هذا الامر من خلال الخطوره. كان هناك قلتها بانطلاقه جيده لمحسن يجور، انطلاقه جيده لمحسن يجور، ويسجل الهدف الثاني. هذا هو الامر اللي قلت بانه لاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي في الخط الامامي بمجرد تفكير